اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معكم تعالوا بقى نعمل بيتي فور. بان عملنا البسكوت وعملنا بسم الله الرحمن الرحيم، وعملنا الكعك على الساخن وعلى البارد. تعالوا نعمل بيتي فور بطعم وتحفه جدا. انا عندي هنا حوالي 350 جرام من السكر، تمام كده، سكر بودر، تمام. وهاخد برضو معاه 350 جرام من السمنه. انا جبت كريستال بس كان نفسي اجيبها بالزبده، بس المهم جبت دي بالسمنه الصفراء اللهم صل على النبي، بايه اللي هي البيضه. انا كنت عايزه اجيب الصفراء، تمام. هفضي بقى 350 جرام هنا، وهضرب الكلام ده كله كويس جدا. تفضلي تضربي فيه لحد ما تحسي ان هو عمل زي المنقار كده. بصوا القوام يا جماعه بعد ما ضرب كويس السمنه مع السكر، تمام. انا حاطه 350 جرام من السكر قدهم 350 جرام من السمنه، تمام كده. وحطيت رشه ملح. دي كده تالت حاجه. رابع حاجه بقى ان انا هنزل بثلاث بيضات. ادي كده رابع حاجه. وخامس حاجه الفانيليا. يبقى انا هنزل بثلاث بيضات، بس هنزل ببيضه اول ما تختفي. انا كل ده مش هغلي عجين، انا منفصله بس عشان اقول لكم، انما انا هشغل العجين اول ما تختفي البيضه. ابدا انزل البيضه اللي بعدها. يعني انا دلوقتي مثلا هنزل بالبيضه الاولانيه، تمام، تختفي، تمام كده، واشغل العجين. اول ما تختفي معايا اقوم نازله بالبيضه التانية. خلاص كده. اظبط بس الدنيا عشان ايه؟ التليفون. ومع رشه الفانيليا ضروري. خلاص بقى الدنيا عندي تمام. هبدا انزل بكيلو من الدقيق متعدل الاستخدام، وهمزج بقى الكلام ده كله مع بعض كده. عجينه تمام. هنزلها بس من الخطاف ده وهبدا المها. بصوا بقى ما شاء الله العجينه عامله ازاي، روعه. شكليها بقى بالطريقه اللي تعجبك. عايزه بالقمع، بالقطاعة، شكل المكنة نفسها، براحتك خالص. ما شاء الله اللهم بارك. اعملي بقى الشكل اللي يعجبك. تعمليه بقى اللي كنا شكلت بايه. عندي قطاعة، تمام، تعمل شكل النجمة. عندي اي حاجة عندي القلب ده، واستخدمت، عايزة اقول لكم بايديا، ما حطيتش حتى في الكيس الحلواني. كنت بضغط كده، بحط العجينة واضغط كده، بتعملي الشكل ده براحتك خالص. التسوية برضو على 160، ونشوف بعد التسوية عاملة ازاي. بقى في جمال ده، اللهم بارك يا رب. في اخر من الاخر، تعالوا كده. انا جبت عندي، قسمت الطبق ده نصين، نص جوز الهند ونص سوداني مجروش، تمام. وحطيت فرماسيل وحطيت شوكولاته خام. انا بوريكم بس انا عملت ايه، تمام. التشكيل ده براحتك خالص. اعملي كده دوريات اللي يعجبك اعمليه. عملت شكل قلب، عملت شكل شجر اهو، وعملت شكل مدور، وعملت شكل قلب اهو. بصوا القلب ده حركات حقيقة يعني. بصوا زي الفل معايا، حركات معايا، تمام. وعملت شكل النجمة برضو، الستار دي حلوة قوي، تمام. ورحت عامله بقى عشان احفظه. ده ما شاء الله بالف هنا وشفا، ده يتاكل دلوقتي. وده بقى قلت ايه، اشيله عشان الولاد. تنزلي بقى، بصي بقى، بتسيحي شوكولاته، تمام، وتنزلي من الشوكولاته على الفرماسيل، او من الشوكولاته على مثلا جوز الهند زي ما انتم شايفين، او من الشوكولاته على السوداني، تمام. طب لقيت كميه الشوكولاته عندي خلصت، ورحت عملت ايه، جبت عندي المربى القمر اللي انا لسه كنت عاملاها. ده بقشر برتقاني يا جماعه، مع جزر، مع معلقتين جيلاتين، مع رشه ليمون، معلقه ليمون كده او ملح ليمون، تمام. والسكر طبعا. عايزه اقول لكم طعمها تحفه. وبرضه لما الشوكولاته عندي خلصت، رحت كنت انزل في المربى، ومن مربى على الفرماسيل او مربى على اي حاجه. عايزه اقول لكم طعمها بيبقى تحفه، حرفيا بيبقى تحفه. بصوا بقى الولاد بتعشق الحاجات دي. انا طبعا عشان يعني عاملاه سميك شويه، او انا ما حبيتش ان انا الزقهم. انا قلت كده كفايه، بيبقى شكله حلو، شكله كيوت. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الطريقه، سهله وبسيطه، مقادير مظبوطه. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.